مستحيل تاخذ مخالفة سرعة مع هالسيارة. خلينا ندش داخل مع بعض وخلنا نشرح بالتفصيل. لا يبا مو نشرح، خلوا اوريكم شو السالفة. لأن السيارة تصيد لك سرعة كل شارع وكل حارة بالكويت، حتى لو كان شارع صغير أو كبير، وتحط لك سبيد ليميت بحيث انك ما تقدر تطوف السرعة المقررة. شوف معاي هذا الشارع سرعته 45، انا الحين بدوس ما يخليني، دايس حد الدوسة ما يخليني، ما تطوف في ال 44. شوف معاي دشيت شارع 80، السيارة بروحها برمجت نفسها ان حدك 80، لو بدوس فوق ال 80 خلينا نشوف شو يصير. ما يخلي هذا حدك، ما يخليك. السيارة بيجو بعدها ما نزلت الوكالة، بس راح تنزل قريبا. تكفى شوف التفاصيل. سكان السيارة مستوحى من سكان الطيارة زائد الفورمولا 1. أما مقصورة القيادة فلا تسولف. الشاشة العملاقة اللي قبالكم تدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. اللي قبالك كله هذا بالليل يتحول الى اضاءة 3D. من خلال تجربتي للسيارة الدقم كلها بالمكان الصح. يعني انت الحين قاعد تسوق، ايدك المكان الطبيعي هني، تطول وتقصر على الراديو وتطق ميوت بعد. وغير شحن التلفون الوايرلس عندك هني منطقة للتبريد. ولاحظ معاي تداخل المواد المستخدمة، شوف 1 2 3، زائد دقة التفاصيل والكيرفات والزوايا، زائد المنحنيات اللي ماشية معاك حتى في مقصورة السيارة. لاحظ الكيرف ماشي معاك ليه مقصورة السيارة كلها. كل شيء بهالسيارة مو طبيعي، حتى الجير لاحظ معاي شكله يونس بالاستخدام. طبعا السيارة عائلية وسعية. شكل السيارة من ورا مع الإضاءات تحفة، ورنقات السيارة بروحهم حكاية. شوف التفاصيل اللي فيهم. السيارة هذه بيجو بعدها ما نزلت الوكالة، بس راح تنزل قريبا، راح تستمتع بكل لحظة وانت داخل. وبس والله.